بإحدى المصحات بمدينة الدار البيضاء يرقد الفنان ميلود الحبيشي إثر تعرضه لحادثة سير مروعة على متن سيارة بالطريق الرابط بين مدينتي مراكش وبنقرير. الفنان الممثل كان متوجها رفقة السائق صوب مدينة الدار البيضاء بعد انتهائه من تصوير فيلم سينمائي بمدينة زاكورا، حادثة أصيب على إثرها الاثنان بعدة كسور. وكان باقي خاصني نكمل التورناج اللي عندي بالنسبة للسلسلة اللي كان تقوم بها حاليا، فكان المفروض خاصني ندخل تصويرها الصباح بكري وخرجنا في الليل. يعني هو سفر عادي، ماشي شي حاجة اللي هي غير عادية، ولكن القدر شاء أننا ملي بغينا ندخلوا لبرقرير واحد الوقت تضربات الطوموبيل مع الجدود ديال الحيط اللي كاين في الوسط ديال الطريق وتقلبتها. وعاد اتصلنا باش جابوه لهنا للدار البيضاء، جبناه للكلينيك وعنده 2 هرسات في الكتف و2 ضلعات هما مهرسين وبعد جراحي وهادي، ومن بعد ان شاء الله واحد اليومين عاد يديروا له دابا دايرين ليه طريطمون على حساب دوك الضلعات، ومن بعد واحد اليومين ان شاء الله غيديروا له العمليه. أصدقاء ورفقاء الفنان ميلود الحبيشي من الوسط الفني ما إن سمعوا الخبر حتى أتوا للاطمئنان على صحته. جينا كنداروا هنا باش نشوفوا، لان عندنا عشره طويله يعني ديك من الستينات وحنا كنتعرفوا وحنا اخوان وداك الشيء، فخاصنا نكونوا هنايا راه من البارح وحنا هنايا في الكلينيك. كانوش الاجراءات الطبيه وداك الشيء دارت وهذا واليوم اللي انتم دابا شفتوا راه كيتسنى الوقت باش غادي يدير العمليه ديالو. وتمنياتنا بالشفاء العاجل للفنان المسرحي والكوميدي وعودته سالما إلى أسرته الصغيرة وعائلته الفنية.